يا ناعمة يا غريبة. النهاردة هنعمل الغريبة الدايبة الناعمة جدا جدا. غريبة بقى ايه؟ الغريبة الملكية الجميلة اللي انتوا شايفينها دي ب3 مكونات بس، ولا اي حاجة تانية غير الايه، ال3 مكونات. طبعا السمنة اهم حاجة تكون ساقعة في التلاجة. طبعا هي لونها فاتح وبيضة، بس هي في التصوير طلع لونها مش عارفة لونها اصفر ليه. طبعا انا عملت الغريبة عملتها في الكيس التزيين. شوفوا الشكل، حاجة كده في منتهى الروعة. وده التيب اللي انا عملت بيه ده. طبعا ايه، في اي قمعة بتاع تزيين بيبقى فيه التيب ده. تمام. جملناها كده طبعا ده فستق كداب. طبعا عملته معاكم. طبعا يعني حاجة، بصي شوفي شوفي، فعلا فعلا غريبة ملكية وناعمة ودايبة، يعني بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينها دي. عملنا بأشكال مختلفة، عملنا بالمكسرات وعملنا برضو من الملبس. يعني التزيين والتشكيل ده على مزاجك انتي، ما شاء الله. ولا تقولي بقى اطول ولا لبوار، تيجي في قناة أميرة المسلماني ويلا ادخل وما تحتارش. بصوا طبعا احنا هنبدأ ايه الغريبة الملكية بتاعتنا النهاردة ب3 مكونات. دول 300 جرام من السكر البودر. طبعا انا بطحن السكر عندي في البيت علشان السكر الجاهز بيبقى فيه ايه، نشا. تمام. ودول 600 جرام من السمنة البلدي. شوفي ما شاء الله، هي لونها فاتح على فكرة، بس ايه باينة في التصوير لونها اصفر. اهم حاجة في الغريبة يكون نوع، طبعا السمنة تكون كويسة، جاموسي او نيوزيلندي. المهم يكون طعم، يعني الطعم بتاعها حلو عشان تديكي نتيجة حلوة وطعم حلو. طبعا النهاردة هنعمل طريقة غير اللي عملناها قبل كده. طريقة انا فضيت السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعليه السمنة وعليه الدقيق. تمام كده. ال3 مكونات فضيتهم كده في العجان، ويلا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت الاول بنضرب السمنه بالسكر ولغايه ما لونها يفتح، يبقى لونها فاتح وكل حاجه. لا، النهارده انا عملتها في العجان بطريقه مختلفه. شوفوا الشكل ده كده. حطيت 3 المكونات مع بعض وقلبت طبعا في العجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هتبقى عامله كده زي الحبيبات او زي الرمله كده. شوفي عامله ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينها كده. لو طبعا ايه ما عندكيش عجان، بتحطيها طبعا في بوله كده وتفضلي تدعكي في العجينه لغايه ما تبقى ملساء، يعني بالشكل اللي هتشوفيها معايا دلوقتي. طبعا انا بشغل عليها ايه واحده واحده كده العجانه لغايه ما تلف بالشكل ده. طبعا كده مش الشكل النهائي، لسه بفضل كمان اضرب فيها اكتر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلتي لغاية الفيديو ولسه معايا وانا معاكي ودايما مكملين مع بعض حاجة العيد، ما تنسيش تحطي لايك وكومنت جميل زيك يا قمر. شوفي بقت اهي بالشكل ده. طبعا انا بلف كده ايه، بلم من الجناب عشان كل الدقيق يتجانس مع السمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهي كل ما بتتضرب كل ما لونها بيفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل طبعا ما اضربها في العجان اكتر كل ما بتفتح وتديني الشكل الابيض خالص ده. شوفي بقت ايه، ناعمة يا غريبة. بقت ناعمة جدا وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا هعمل الغريبة النهاردة بكيس الحلواني زي ما قلت لكم. اهو بقت العجينة، شوفي بقت بيضة وطبعا طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو بصي، من غير تشكيل ولا تزيين. اهو بنزل كده بقى بحطها في القمعة بتاعة التزيين او كيس الحلواني، وبعملها طبعا ايه بنزل كده بايه بصبعي كده وانزلها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده.
ممكن عايزة تحطي عليها لوزة، عايزة تحطي عليها بندقة، او تحطي عليها مكسرات من فوق، حطي فيها وشكلي باللي انت ايه عايزة تشكليه. طبعا ايه زي ما قلت لكم ده فستق كداب. عندك فستق بحق وحقيقي مش كداب، حطي. جملتها اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نعمل شوية كمان بالأم. بصي سهلة جدا جدا وما بتاخدش معاكي وقت خالص خالص. بصي طبعا انا مسخنه الفرن زي ما قلت لكم، بسخن الفرن الاول على 180 وبخبزها في درجه حراره 160 وبحطها في الفرن بالظبط 8 دقايق. طبعا انا مش عايزه لونها يبقى غامق من تحت ولا يحمر من تحت خالص خالص، يعني كمان مش بجيب ال10 دقايق دي. طبعا انا حطيت نصها كده في الايه في التلاجة، سبتها حوالي نص ساعة في التلاجة على الرف كده في التلاجة، عشان ايه اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان الفها على ايديا زي ما بتلفي الغريبة العادية اهو. برضو ان هي لفيت شوية بالكيس اول ما خلصتها وما حطيتها في التلاجة نص ساعة، بقت متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه، هي العجينة. وده شوية مكسرات كده وجملتها بالشكل اللي انتي شايفاها دي اهو. بقت العجينة ناشفة في ايديكي ومش بتلزق خالص خالص اهو. شايفة ايديا نظيفة ما فيهاش اي عجين ولا اي حاجة. عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا برضو زي ما قلت لكم انا بشتغل اهي، كلها جاهزة اهي، وبدأ ايه واحد حطيته في الفرن. طبعا زي ما انتوا عارفين انا الحلويات دي شوفي اهي ما شاء الله، واحدة اهي الصاجة اهو طلعته من الفرن. شايفة الغريباية من كل الجناب بيضة زي الفل اهي. بصي ما شاء الله حاجة في منتهى الروعة والتسوية. انا عايزة التسوية عشان الغريبة تبقى ناعمة في بقك وبتدوب كده دوبان، تبقى بالشكل اللي انتي شايفاه ده بالظبط 8 دقايق في الفرن. بصوا ما شاء الله حاجة في منتهى الروعة، غريبة ملكية بجد، حاجة كده جميلة وطريقة بسرعة مش بتاخد معاكي وقت ولا اي حاجة، وتضربي زي الاول وتعملي كده، لا الطريقة دي سهلة جدا جدا. بصي التسوية ما شاء الله حاجة في منتهى الروعة. شوفي انا طبعا حطيت عليه الملبس زي ما قلت لكم، وده اللي هو اللي حطيت عليه الفستق الكداب. بصي جميلة ازاي وشوفي ناعمة. انا بحبش الحركة دي الصراحة، بس برضو بعملها علشان اوريها لكم. بصي ما شاء الله ناعمة جدا جدا سوري. بصي ناعمة ازاي ما شاء الله، حلوة قوي قوي. ادي حطيناها كده ايه في الطبق الجميل ده وزيناها بالشكل ده. عايزه تحطي عليها ملبس زي ما قلت لك حطي عليها ملبس مكسرات، عايزه تحطي عليها قرنفل، عايزه تحطي عليها فستق، عايزه تحطي عليها سوداني، تجمليها بالشكل اللي انت عايزه تجمليها بيه. شوفي ما شاء الله كميه حلوه جدا جدا بالكيلو. عطينا كميه جميله وكميه ما شاء الله حلوه، يعني حاجه كده في منتهى الروعه. يعني اتمنى ان الطريقه تكون عجبتك والطريقه تكون سهله جدا جدا بالنسبه لك. شوفي ما شاء الله غريبه فعلا ملكيه، طريقه سهله وبسيطه ومش بتاخد معاكي وقت. يا رب كده الطريقه تكون عجبتك، واشوفكم على خير في وصفه جديده مع اميره المسلماني. مع السلامه.